طيب بص يا شباب، بالنسبه للاسئله لا هي تاسكات بس، هي تاسكات يعني نكمل. يعني احنا اخدنا 6 تاسكات، هناخد لنا مثلا حوالي 4 تاسكات كمان يعني. ما فيش مشكله. ماشي. طيب بالنسبه للاسئله يا شباب كده نبص. اول سؤال، الراجل ده كان قايل لي ان انا عايز اكاري جروب اسمها سيس ادمنز وسيلز وماركتنج. هكاري 3 جروبس، بعد كده هكاري 3 يوزرز. تمام، يلا بينا نكريت الكلام دوت. عشان اكريت جروب هقول له كده ايه، عندي امر اسمه جروب اد، وبعد كده اسم الجروب بتاعتي. طبعا سيلز هنا طلعت اكزيست مفيش مشكله، بس يعني عامه ايه ده الامر اللي انت بتكريت بيه الجروب. بعد كده عايز اكريت جروب ثانيه اسمها ماركتنج. بعد كده اكريت جروب ثالثه اسمها ايه، سيس ادمنز. ممكن اكريت كذا جروب مره واحده. سوري، سيس ادمنز. ممكن تكريت بس باوبشن، في اوبشن عشان تقدر تسبيسيفاي اكتر من حاجه. لان انت لما تيجي تكريت جروب مثلا سيس 1 سيس 2 هيحصل فيه مشكله، لازم تسبيسيفاي اوبشن معين. لا طيب جميل جدا. كده كريت ال3 جروبات. اكريت ال3 يوزرات بقى. عندي يوزر اد، عندي يوزر اسمه يحيى، وهكريت كمان يوزر اسمها ساره، ويوزر كمان اسمه ايه، هاري. صح كده؟ طيب جميل جدا. نرجع بقى للاسئله كده، السؤال الاول والثاني يتحلوا اللي هو دوت وده. نيجي بقى بيقول لي عايز اكريت يوزر اسمه ماكس والاي دي بتاعه 423، ويوزر اسمه جوي والاي دي بتاعه 4325. سهل جدا. اقول له كده يوزر اد، انا عايز اكريت اليوزر اللي اسمه ماكس والاي دي بتاعه 423، وعايز اكريت اليوزر اللي اسمه جوي والاي دي بتاعه 4325. صح كده؟ كده خلاص الراجل ده اتكريت. طيب بعد كده بيقول لي كريت لي يوزر اسمه ماي، وماي ده انا مش عايز يكون ليها انتراكتيف شيل. معنى ان اليوزر ده ملوش انتراكتيف شيل يبقى معنى كده ان الشيل اسمها ايه؟ نو لوجن. جميل جدا. يبقى اول حاجه اقول له كده يا ويتش فين الراجل اللي اسمها نو لوجن؟ قال ان هي في المكان ده. حاجه اخد الراجل ده واقول له كده يوزر اد، انا عايز اكريت يوزر اسمها ماي، وعايز الشيل بتاعتها تكون الشيل ديت. كده اليوزر ايه؟ اليوزر اتكريت. طيب ده كده السؤال بتاع مين؟ بتاع ماي. نيجي بقى لاخر سؤالين. كان بيقول لي انا عايز اليوزر هاري وجوي يضافوا للجروب اللي هي اسمها سيس ادمنز. يبقى هاري وجوي للجروب اللي هي اسمها سيس ادمنز. بقول له كده يوزر المره دي بقى موت، عايزك تدخل على الراجل اللي اسمه جوي وتضيفه للجروب اللي اسمها سيس ادمنز. كمان عايزك تدخل على اليوزر اللي اسمه ايه، هاري. هاري برضو. طيب جميل جدا. ده كده السؤال ده اتحل. بعد كده قال لي عايز اليوزر ساره واليوزر يحيى يبقى في مين؟ في الجروب اللي اسمها سيلز. هقول له كده يا يوزر مود برضو، عايزك تدخل على اليوزر اللي اسمها ساره تحطها لي في الجروب اللي اسمها سيلز. وكمان هتدخل على الجروب على اليوزر اللي اسمه يحيى وتضيفه الجروب اللي اسمها ايه، سيلز. خلاص كده انا خلصت ايه الاسئله بتاعتي. عايز اتاكد بقى من كل حاجه بستخدم الامر اللي اسمه جريب. واقول له جريب انا في عندي جروب اسمها سيس ادمنز موجوده جوه الاي تي سي جروب، عايز اعرف مين الناس اللي جواها. قال لي ان جواها جوي وهاري. بعد كده اقول له كمان في عندي جروب اسمها سيلز، عايز اعرف مين اللي جواها. قال لي ساره ويحيى. يبقى كده الاسئله بتاعتي صح بالنسبه لاضافه اليوزرز جوه الجروبس. طيب بالنسبه لليوزرز اللي لهم اي دي، عندي اي دي اليوزر اللي اسمه جوي، طلع ان اليوزر جوي الاي دي بتاعه 4325، وكمان حتى ظاهر لي كمان ايه هي الجروبس اللي ممبر فيها. طيب في عندي جروب في عندي يوزر كمان اسمه ايه، اسمه ماكس. قال ان يوزر ماكس 423 زي الفل، وده اللي انا عايزه، ومش عايزه يكون ممبر في اي جروب. صح كده؟ في عندي بقى اليوزر اللي هي اسمها ماي ديت لازم ما يكونش لها انتراكتيف شيل. لو انا جيت اقول له كده اس يو للراجل اللي اسمه ماكس هلاقيه يدخل معايا عادي، ده معناه ان اليوزر اكتف وزي الفل. طيب هستخدمه بقى بس على اليوزر ماي. الراجل ده لازم ما يدخلش معايا، لازم يظهر المسج اللي ظاهره لي دي حالا.
الاكونت ده مش افيلابل. خلي بالك في فرق ان يقول لي الاكونت ده مش افيلابل، وفي فرق ان يقول لي الاكونت ده مش موجود. مش موجود يعني معناه اليوزر نفسه مش موجود، لكن الاكونت مش افيلابل يعني معناه موجود لكنه ملوش لوجن شيل او ملوش انتراكتيف شيل. خلاص كده يا شباب، دي كده بالنسبه للاسئله كلها. حد عنده اي مشكله فيهم؟ حد عنده اي مشكله؟ طيب جميل جدا. هوقف التسجيل، هوقف التسجيل دقيقه واحده. نرجع كده ونحل بقى ايه؟ نحل الاربع اسئله الباقيين. في عندي سؤال بيقول لي والله انا عايزك تغير الجروب اونر شيب بتاع الراجل اللي اسمه فايل 1 وعايزها تبقى اساس ادمنز. الاول لازم اتاكد ان الراجل ده موجود، لو مش موجود اكريته. خلاص؟ وبعد كده اغير الجروب بتاعتي. بعد كده في عندي حاجه اسمها داير 1 وعايز الجروب بتاعتها تبقى سيلز. يبقى انا هروح للماشينه بتاعتي كده واجي اقول له والله انا عايز اعمل حاجه اسمها ال اس على حاجه اسمها تيست بارت. مش كان اسمها تيست بارت برضو؟ تيست بارت تمام. انا بعمل ال اس التيست بارت عشان اشوف ايه اللي جواه. قال لي ان الراجل ده مش موجود، يبقى انا اقول له كده ايه؟ طيب بعد اذنك بقى كريت للراجل ده. لو جيت اقول له كده ال اس تاني طلع فاضي. ابتدي بقى اقول له كده طب انا عايز اكريت جوه الراجل اللي هو اسمه تيست بارت دوت، عايز اكريت حاجه اسمها داير 1. وكمان عايز اكريت جوه الراجل اللي اسمه تيست بارت دوت، عايز اكريت حاجه اسمها فايل 1 اللي هو ايه؟ تاتش. جميل جدا. عايز بقى الراجل ده يبقى الجروب بتاعته سيلز والراجل ده تبقى الجروب بتاعته سيس ادمنز. الموضوع بسيط جدا. تشينج جي ار بي سيس ادمنز على الراجل اللي هو اسمه تيست بارت فايل 1. خلاص كده. ونفس الكلام اقول له يا تشينج جي ار بي عايز اضيف الجروب اللي اسمها سيلز على الراجل اللي هو اسمه تيست بارت داير 1. تمام كده الراجل ده اتغير. عايز اتاكد ال اس داش ال ال اس داش ال الراجل اسمه بارت 1 على ان الراجل ده جواه فعلا فايل ودايركتوري او دايركتوري وفايل زي ما احنا شايفين، والراجل الدايركتوري سيلز والفايل سيس ادمنز زي ما هو عايز بالظبط كده. الفايل سيس ادمنز والدايركتوري ايه؟ سيلز. جه بقى قال لي والله على فكره يا باشا انا عايزك تغير البرميشن بتاع الداير 1 والفايل 1. عايز اخلي ايه؟ عايز الاونر والجروب يكون ليهم فول اكسس. عايز الاونر والجروب يكون ليهم ايه؟ فول اكسس. بس اي حد تاني مش عايزه ياخد اي اكسس. يبقى اذا الموضوع سهل جدا. اقول له كده تشينج مود. ممكن بطريقتين، ممكن اغيرها بالارقام زي ما خالد ومينا ويسري غيروهم، وممكن اغيرهم بالنظام اللي هي الحروف زي ما باشمهندس رامي وعمرو تقريبا عملوهم. فممكن اقول له كده انا عايز الاونر ياخد فول اكسس يبقى 7، والجروب تاخد فول اكسس يبقى 7، والاذر ما تاخدش اي حاجه خالص تبقى 0. تمام كده يا شباب؟ والكلام ده اقول له كده على الراجل اللي اسمه تيست بارت والداير 1 ومسافه على كمان تيست بارت والراجل اللي اسمه فايل 1 مع بعض. دي طريقه. الطريقه الثانيه ممكن اقول له كده نفس الامر هو كده بالظبط تيبيكال، بس كل اللي هنعمله اقول له كده ايه؟ اليوزر عايز اديله ريد رايت اكسكيوت. ايه ده؟ ريد رايت اكسكيوت كوما الجروب عايز اديلها ريد رايت اكسكيوت كوما الاذر عايز اشيل منهم الريد والرايت والاكسكيوت. دي برضو طريقه ثانيه مفيش مشكله. لو جيت اقول له كده ال اس داش ال هلاقي ان هنا فعلا الاونر واخد ريد رايت اكسكيوت، الجروب ريد رايت اكسكيوت، الاذر مش واخدين حاجه، والفايل نفس الكلام على عكس البرميشن القديمه. خلاص كده يا شباب؟ طيب جميل جدا. يبقى ده كده السؤال اتحل. نيجي للسؤال الاخير بيقول لك كرييت اركايف فايل. خلي بالكم بقى يا شباب ركزوا جامد قوي. لما يقول لك كرييت اركايف فايل هو ما بيقولش كومبريست، هو ما بيقولش كومبريست خالص، هو بيقول لك دايما اركايف، لان الكومبريست فايل هو نوع من انواع الاركايف فايلز. الكومبريشن نوع من انواع الاركايفنج، فهو دايما غالبا بنسبه 99 بيقول لك دايما اركايفنج. خلاص؟ فانا خلاص مش معنى ان هو الاركايفنج يبقى دوتار بس، لا، او باللي هو سي في بس، لا، استنى اروح اشوف الفايل اللي هو عاوز يحطه فين والاكستنشن بتاعه ايه. طلع قال لي ان هو عايز يسيبه تحت حاجه اسمها تيست بارت، وعايز يخلي اسم الفايل اسمه سيسكونفيج دوتار دوت بي زد 2، يبقى عايز يستخدم الكومبريشن ميكانيزم اللي هو اسمه بي زد 2. طيب الراجل ده عايز يحط فيه مين؟ الراجل ده عايز يحط فيه اللي هو
etc sysconfig زي الفل. يبقى الكلام ده موضوع سهل جدا. هقول له كده يا طار انا عايز اكرييت اركايفد فايل وفي علشان اشوف اللي بيحصل، وهو كان قايل لي ان الاكستنشن بتاعه دوت بي زد 2 يبقى الاوبشن بتاعي جي سمول. تمام. وكان طالب ان الفايل يكون له اسم معين وهديله في اف علشان الاسم. طب الفايل هو عايز اسمه ايه؟ عايز اسمه sysconfig دوت تار دوت بي زد 2. بس للاسف هو مش طالبه في نفس المكان اللي انا واقف فيه، ده هو طالبه تحت دايركتوري معين. بقول له كده الكلام ده تحت تيست بارت. خلاص كده يا شباب، يبقى انا لازم اسبيسيفاي المكان اللي هو طالبه بالظبط. طيب الكلام ده هتاخده منين؟ اقول له كده من جوه الاي تي سي والراجل اللي اسمه sysconfig. نكبر فول سكرين كده نصغر خط سنه بسيطه معلش. عايزه من الراجل دوت. لو جيت اقول له كده انتر خلاص الفايل اتكريت. عايز اتاكد لو جيت اقول له كده ال اس داش ال على الراجل اللي اسمه تيست بارت هلاقي ان فعلا بقى موجود عندي الفايل ده ومساحته تقريبا بقت 4.5 ميجا. لو عايز اجيب المساحه بالميجا والجيجا، لا هو مساحته 44 كيلو عشان هو الدايركت نفسه ما فيهوش حاجه، الدايركت الاساسي يعني. خلاص كده يا شباب، ده كده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للاسئله اللي احنا خدناها تقريبا ال 10 اسئله دول. حد عنده اي مشكله فيهم؟ فيهم اي صعوبه؟ طيب جميل جدا. نسيب بقى ايه الفيديوز دولت.